عجرمه محمد السيد جزار الحي. خلي بالك من السلاح يا عم عجرمه. ده انا ياخدوا روحي قبل ما ياخدوا سلاحي. محسن محمد بهنسي شركه القناه المصريه. عجيبه محمد الصياد. رضوان. ما اللي اسمي يا سويس طلبة؟ رضوان عبد المطلب شيخ الجامع. ايوه لكن يا حضرة الضابط، صحيح انا كبرت في السن، لكن ايماني بقضية بلادي هيديني قوة شاب في سن طلبة وسنك. ما تحرمنيش من شرف الجهاد وياكم. اتفضل استلم سلاحك يا شيخ رضوان. متشكر. الاسطى محمود شاكر الحلاق. انا عايز 3-4 بنادق، ادوني الذاكره كلها عشان افرخها في الاندال دول. واحدة بس يا اسطى شيكو، ادي فرصة لغيرها. الاولاد الصغيرين بلاش. سامعين؟ الاولاد الصغيرين بلاش. انت يا شاطر فندم. عمرك كام سنة؟ 16. مش معقول. 18. 18 ايه؟ انت عمرك 8 سنين. ايش عرفك؟ انا اخوك وعارف سنك كويس. عاوزين سلاح يا حضرة الضابط. بورسعيد بلدنا ومن حقنا ندافع عنها قبلكم. احنا مقدرين شعوركم، دي حاجة تشكروا عليها قوي، لكن السلاح بيتوزع على الرجالة بس. هي القنابل لما بتنزل بتفرق بين ست وراجل يا ابني. احنا ما نقدرش نستغنى عن خدماتكم ابدا. مهمة الست في الحرب ما تقلش عن مهمة الراجل. زي ايه يا ست طلبة؟ العناية بالاطفال والعجائز والجرحى. ممكن تعملوا الخنادق والمتاريس وتكونوا ورا ظهرنا علشان تحمونا. برضه مش هنغلب، هنحارب معاكم. ان شاء الله يكون بسناننا وضربنا. لازم نشيل السلاح في اي حته من الداريه. عندنا يا طلبة، مفيش الا المحل بتاعي ابدا والله. اطمح حتى القهوه. اشمعنى القهوه يعني؟ مركز العيال الشعبيه. دخلوا سلاح في القهوة خلاص. يلا يا جناب المحافظ. ايوه. انا بتكلم بالنيابة عن جناب قائد الانجليزي وقائد الفرنساوي. انا بطلب باسم القيادة المتحالفة تسليم بورسعيد. أنا بتلقى أوامري من الحكومة المصرية، مش من أعداء بلادي. احنا مش أعداء الشعب المصري، احنا أصحابهم وجايين هنا علشان مصلحة المصريين. أنا مصري وأعرف مصلحة بلادي أكتر منكم. التسليم أحسن لكم، وإلا هنقطع المية عنكم ونختار البلد بالقوة. وإحنا هندافع عن كل شبر من أرض بورسعيد. انتوا بتحكم على الاهالي بالموت، هتقدروا تعملوا ايه؟ قدام اساطيل وجيوش بريطانيا وفرنسا. البلد لازم تسلم. حتى لو أنا أمرتهم بالتسليم مش هيسلموا. قول لهم في بلادكم إن عهد التهديد واستعمال القوة فات وانتهى. بورسعيد لوحدها هتقدر تقاوم. بايه؟ بسلاح ما تقدرش كل طياراتكم واساطيلكم وجيوشكم انها تدمرهم. سلاح الايمان بحقنا في الحرية والكرامة. تبقى انت مسؤول عن اللي هيحصل بعد كده. الدنيا كلها عارفة ايه اللي بتعمله انجلترا وفرنسا. شهرتكم دايما بتسبقكم. اتكلم كويس والزم حدودك. انا داخل حدودي وانتم اللي زي العادة خارج حدودكم، عاوزين تعيشوا على حساب غيركم من الشعوب. Is he refusing? Yes, sir. Tell him that he is arrested and confined here in the governorate. الجنرال بيقول. انا فاهم لغتكم كويس. عاوزين تعتقلوني هنا في مكتبي. تفتكر ان ده انتصار لكم؟ جنرال ستوكويل. So this is Colonel Nasser. رئيس جمهورية مصر المستقلة اللي انتوا عارفينه كويس. Tell him to take it off. شيل الصورة دي. تفتكر لو شلتوا الصورة دي من هنا هتقدروا تشيلوها من قلب 23 مليون مصري؟ من قلب 80 مليون عربي؟ You will be sorry.
فاكرين لما هيقطعوا عنا الميه هنسلم؟ العطشان دلوقتي هيشرب من دمهم. حتى حرية ما يرضاش بالذل ابدا. فرغ الازاز كويس ولا طفل؟ بالله هي روسيا مش هددتهم بالصواريخ الموجهه؟ انا كمان عندي ازايز موجهه. هات ازايز المولوتوف من عندك. واحد مولوتوف وصلحه. ولا صبح يا ولد، دي ازايز حميده الموجهه. عبد العالي، ايه اللي طلعك من المستشفى؟ الانجليز والفرنسويين حطوا العلم الروسي مع العلم المصري على دباباتهم. خرجت الاهالي تقابلهم، حصدوهم بالمدافع وداسوا عليهم بجنازير الدبابات. ارض المستشفى ضاقت باللي راح دراعه واللي اتقطعت رجله. سبت لهم مطرح يجرني عليك ربنا. رشيدة واولادك كمان بيشتغلوا مع الرجاله. أنا حوشتها ما رضيتش. ومين يرضى والعدو في ارضنا؟ ما شفتش طلبة. ربنا معاه. طلبة مع فايز مع رجالة الجيش ورجالة الحرس الوطني بيحاربوا من بيت لبيت. لو كان ربنا يرد لي نظري عشان اقدر اعمل اي حاجة معاكم وبعدين يحرمني منه تاني. ايه ده يا عجرم؟ هم مش عندهم حاملة طائرات، انا كمان حاملة قنابل يدوية. الحمل لا تقيل عليك يا روايح. معلش يا سموح. اهلا شيخ رضوان. مش قادر تصدق انت يا اسطى شيكو، يا محمود يا شوكت. انت فاكرني مسلم؟ ولا يمكن تكون مسيحي ولا مصري كمان. الحمد لله ليس بيننا خائن. شيخ رضوان، اهالي حي العرب كلهم مصممين على المقاومة، ناس وطنيين ما فيش كلام، لكن في الوقت نفسه مجانين. احنا نقدر ننسف حي العرب كله في دقيقة واحدة، ننسف البلد كلها، لكن احنا ناس عندنا قلب. احنا بيطلب منك خدمة واحد علشان اهل بلدك. شلون يسلم السلاح والراديو؟ تاريخ بلادكم بيقول انكم انتصرتم في حروب كثيرة، لازم كلها كانت بالشكل ده، بعيدة عن ميادين الشرف والبطولة. شيخ رضوان، فكر في مراتك واولادك. يا رجال انجلترا وفرنسا، مش بالتعذيب ولا بالموت هتلاقوا مصري واحد يخون بلده. كل ساعة نمسك شوية مصريين مجانين زي انت مش عاوزين يسمعوا كلامنا لغاية ما نلاقي واحد يسمع كلامنا. كاريون! ايه رايك؟ اذا سمعت كلامكم تسيبوا الناس دول دلوقتي حالا. انا هعمل اللي انتوا عاوزينه. شيخ رضوان، ازاي تعمل كده؟ كل ده سببه البكباشي بتاعكم. عاش يا جمال عبد المنعم. طلبة، الشيخ رضوان راكب عربيتهم. إخواني وأبنائي، رجالا ونساء من أهل هذا الحي، كلكم تعرفونني رجلا صادقا مخلصا لله والوطن. اليوم وقد أصبح مصير الوطن في أيديكم، فإنني أطلب إليكم من
الثانية أطلب إليكم